إذا جبنا 2 لتر من الحليب سواء طازج أو مبستر مش كتير بتفرق، ورفعنا الطنجرة على الغاز وتركنا ليوصل عندي لمرحلة الغليان، وأول ما وصل عندي لمرحلة الغليان ضفت 4 معالق كبار من الخل الأبيض أو 4 معالق كبار من عصير الليمون الموجود عندك ضيفيه مش كتير بتفرق، وتركناه لحد ما يفرط معانا بهذا الشكل وفصلت عندي القريشة عن المصل. وبهذا الوقت اسمحوا لي أذكركم يا ريت ما تنسوا تضغطوا لايك لحتى دايما جديد الصفحة يوصلكم أول بأول، تنزلوا على التعليقات وتصلوا على الرسول ونكمل. بعد ما غلي عندي أول غلوة فصلت عندي القريشة عن المصل حطيته بمصفاي وتركته ليبرد معانا تماما. عندي هون 3 أكواب من الحليب ضفت عليهم 3 معالق من النشا بدون إضافة سكر. رفعت طنجرتي على النار مع استمرار التحريك لوصل عندي لمرحلة الغليان. بضيف له معلقة صغيرة مليانة من ماء الورد أو ماء الزهر كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا، ولو حبيتوا تضيفوا بهاي المرحلة مستكة ولا أحلى من هيك. حطيته بطبق تمام. بعد هيك رح أضيف عليه القريشة بعد ما بردت معانا تماما. بدمجهم كتير منيح مع بعض، وما رح أقول لكم إنه هاي قشطة عربية، ولكن هي الأقرب للقشطة العربية. نكهتها بتشهي القلب، فيك تستخدميها لحشوات القطايف، فيك تستخدميها للبسبوسة المحشية قشطة، أي شيء بيعتاز عندك لقشطة أكيد فيك تستعيني بهالطريقة.